تخيل تصحى من نومك قلبك بيدق بسرعة، وشه لسه قدامك. هو تاني انت عمرك ما شفته في الحقيقة، بس حلمت فيه كتير. مش لوحدك، في آلاف حوالين العالم شافوا نفس الوش بنفس التفاصيل المرعبة. راجل بحواجب تقيلة وشفايف رفيعة وعيون واسعين بيراقبوا من غير ما يتكلم. ناس من نيويورك، في باريس، طوكيو، وفي كل حتة في العالم عمرهم ما اتقابلوا، بس بيحكوا عن نفس الحلم بنفس التفاصيل، وفي كل مرة بيظلهم. مين الراجل ده؟ وازاي بيدخل في أحلام الناس كده؟ وليه لما بيشوفوه بيحسوا انهم خلاص مش هيصحوا؟ دي مش حكاية رعب، دي حكاية حقيقية وتقارير نفسية ورسومات تشبه بعض لدرجة مرعبة. احنا النهاردة هنحكي لكم عن رجل الأحلام المرعب اللي لو شفته في منامك غالبا مش هتنساه طول حياتك. الحكاية بدأت في نيويورك سنة 2006. دكتور نفسي قاعد في مكتبه استقبل مريضة عنده. المريضة حكت له عن كابوس بيطاردها، بتوصف له راجل مش غريب في ملامحه، لكن وجوده نفسه مرعب. مش بتعرف تتكلم قدامه، كل مرة بيظلها في الحلم تحس انها مخنوقة، مش قادرة تهرب، مش قادرة تتحرك. الدكتور طلب منها انها ترسمه، ولما خلصت الرسمة اخد الصورة عنده يمكن تساعده في التشخيص. لكن اللي حصل بعد كده قلب الموازين. مريض تاني من غير سابق معرفة ولا شيء يربطه بالمريضة الأولى وصف نفس الوش بنفس التفاصيل. ولما الدكتور وراله الصورة اللي رسمتها المريضة الأولى صرخ وقال هو ده، هو اللي بيظل في أحلامي. الدكتور قرر إن هو يجيب رسام محترف ويرسم بناء على وصف المريض التاني، وبعدها طبع الصورة ديت ووزعها على كل زمايله الأطباء النفسيين اللي يعرفوا، وقال لهم تابعوا مرضاكم، لو حد فيهم شاف الوش ده احكولي على طول. حد خد الصورة ديت ورفعها على موقع انترنت بسيط، مفيش اسم، مفيش تفصيل، بس في سؤال واحد: هل حلمت يوما بهذا الرجل؟ ومن اللحظة ديت الدنيا ولعت. رسائل من أمريكا، كندا، الهند، ومن كل مكان في العالم. الناس بتبعت بتقول احنا كمان حلمنا بيه، احنا شفناه وبنفس الشكل. الصورة بقت كأنها عدوى بتنتقل من بريد لبريد ومن صفحة لصفحة، وكل يوم حد جديد يشوف الصورة ويصرخ انا شفته. واحد تاني حلم انه تايه في مول كبير، شاف الشخص دوت واقف في اخر الطرقة، مش بيتكلم، مش بينطق، لكن وجوده لوحده في الحلم محسسه انه بيخلق. وفي حلم تاني الراجل سايق عربية واللي بيحلم راكب وراه، مش قادر يتكلم، مش قادر يفتح بقه، لكن خايف وحاسس انه مش هيرجع تاني. ناس حلموا بيه انه بيناديهم باسمائهم، وناس حلموا انه بيعترف لهم بجرايم هو قام بيها، وناس تانية حلموا انه بينقذهم، وناس كمان حلموا انه بيقتلهم. يعني هو مين؟ كابوس؟ ملاك حارس؟ نذير شوق؟ ولا هو حاجة تانية خالص؟ الرعب ان في ناس ما شافوش قبل كده خالص، لكن بمجرد ما شافوا الصورة ابتدى يظلهم في احلامهم، وكأن معرفتك بوجوده بيفتح له باب عشان يدخل جواه. الموقع بقى اسمه زيسمان، وفي قسم مخصوص بيجمع فيه تجارب الناس. لكن في وسط الأصوات ديت في ناس بدأت تسأل هو الكلام ده حقيقي ولا في حاجة مش مظبوطة؟ في موقع وفي صور منتشرة وفي آلاف بيقولوا نفس الكلام، بس فين الأدلة؟ فين حالة واحدة موثقة بطب نفسي حقيقي؟ فين اسم الدكتور اللي بدأ كل ده؟ فين المرضى نفسهم؟ مفيش. في وسط الكلام ده يظهر أندريا ناتيلا، باحث إيطالي في علم السيميولوجيا، يعترف إن زيسمان مش أكتر من حملة فنية معمولة عشان يدرس سلوك الناس قدام ظاهرة غريبة. يعني رجل الأحلام اترسم وتصور والخطة اتعملت بس عشان يخوفنا ويشوف ردود أفعالنا. لكن لو كل ده كدبة، ليه في ناس بيحلموا بيه لحد دلوقتي؟ وليه ما كانش يعرفوا بيحلم بيه أول ما يشوف وشه زي ما انت ممكن تحلم بيه النهاردة كده؟ هنا بقى العلم كان ليه رأي. في نظرية في علم النفس اسمها نظرية الوجوه المألوفة، بتقول ان مخنا ساعات بيركب ملامح عشوائية من وشوش ناس شفناها ويمزجهم مع بعض ويخلق شخصية وهمية، بس تحس انها حقيقية لانها مبنية على حاجات موجودة في دماغك اصلا. يعني ممكن الراجل دوت يكون نتاج ملامح متكررة،
وشبه حد شفته من بعيد، أو تجمع بين كذا وش من اللاوعي. وفي تفسير تاني اسمه الحلم الجماعي، وده بيقول إن لما ناس كتير تركز على فكرة واحدة ممكن العقل الباطن يحلم بيها ويبدأ يحطها في الأحلام حتى من غير وعي. يعني لما صورة الراجل ده انتشرت المخ بدأ يصدق إنها حقيقة، فدخل الحلم كأنه موجود طول الوقت. وانت دلوقتي بعد كل اللي سمعته، هل هتقدر تنام بالليل من غير ما تفكر في الحكاية ديت؟ ولا ممكن تفتح عينيك في نص الليل وتلاقي نفسك شفت الراجل ده في حلمك؟ في عالم مليان خدع، هل ممكن تميز الحقيقة من الوهم؟ خلي بالك، في ناس لحد دلوقتي بيشوفوا الراجل ده في أحلامهم. احنا عرفنا النهاردة ايه اللي ورا حكاية زسمان رجل الأحلام، لكن هل دي كانت فعلا نهاية الحكاية؟ الأسئلة لسه موجودة رغم ان الجواب بقى واضح. لو كنتوا لسه مش قادرين تخرجوا من الحكاية ديت، مستنية منكم تكونوا جاهزين للحلقة الجاية. في الحلقة الجاية هسحلكم معايا أكتر، وإذا كنتوا لسه مش متأكدين ده خيال ولا حقيقة، تابعونا عشان تفضلوا دايما في قلب الحدث. لايك وشير عشان الناس كلها تسمع الحكاية دي، واشترك في القناة عشان ما يفوتكش كل جديد. ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. لسه في أسرار ولسه في تفسيرات.